ثقة المرأة بذاتها ويقيد حريتها، أو يكون رفضيا يجرح كرامتها، أو اقتصاديا يحرمها من الاستقلالية. بل وقد يمتد اليوم إلى الفضاء الرقمي ليأخذوا أشكالا جديدة من التهديد والمضايقة، ويؤدي العنف ضد المرأة إلى آثار سلبية لا تمس المرأة وحدها، بل تطال الأسرة بأكملها، وتؤثر في استقرار المجتمع وتوازنه. فالمرأة هي أساس بناء الأجيال، وأي انتهاك لحقوقها ينعكس على نشأة الأطفال وصحتهم النفسية. شيء للمجتمع. لما اليوم نشوف في عندنا عدد من الفئات النسائية أو الفتيات بعمر القاصر عم يتعرضوا لهذه الحالات، وخصوصا اللي هي من ضمنها الابتزاز الإلكتروني. نحن اليوم ما عندنا يمكن المراكز أو الداعمة لهذه الحالات أو لتمكين هذه النساء. نحن اليوم نأكد على نسائنا اللجوء إلى هذه الأمور، الكشف عن هذه الحقائق وعدم إخفائها. في حال إخفاء هذه الحقائق أكيد رح تؤدي إلى إحصائيات مدمرة وتعالى عدد النساء كثير. المرأة في الحياة في الطبيعة، المرأة عندها طاقات، عندها إمكانيات، هي المنتجة، هي المبدعة، هي اللي تعطي الحياة. ولكن شو هي التمييزات اللي نحن بنعطيها لهوية المرأة؟ هاي التمييزات اللي بتقول إنه المرأة، هاي التمييزات اللي بتقول إنه المرأة نحن نعتبرها أداة للشرف للمجتمع. المرأة التي تعتبر مثلا المرأة تعتبر شرف، المرأة هي سيدة الشرور، هي سيدة الفتنة. هون بنلاقي التناقض بهوية المرأة. هذا التناقض يلي بيجي نتيجة هو جزء من العنف الممارس عليها حتى تخرج عن ذاتها، عن وجودها، عن كيانها. طبعا بنلاقي هون تتشكل مثل ما ذكرنا كمان هوية الرجال والنساء في المجتمع، ولكن هوية المرأة هي بما يتناسب مع نظرة الرجل، بما يكون لخدمة الرجل في المجتمع أو لخدمة السلطة هي الموجودة في المجتمع. لما نحكي نحن عن هوية المرأة بنلاقي المرأة مستلبة اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، عاطفيا، كيانها كله لا يكون لذاتها. حدود جسدها تتميز انه تكون هي حدود جسدها لتكون رمز للعشيرة، للقومية، لكل هاي الجوانب تحمل كرمزية وتحمل ايضا اسم هاي الرمزية اللي تضاف لهوية المرأة من هذا الجانب. لذلك بنلاقي انه المرأة في مجتمعاتنا باتت تعاني من أزمة نسميها نحن اقتلاع الهوية، او المرأة كانت وجودها تم اقتلاع المرأة الحرة المعطاءة اللي هي سبب الحياة، واضفنا اليها الرموز الاخرى. الديانة الإسلامية، الرسالة السماوية، الدين الإسلامي خاتم الرسالات السماوية. نتطرق قليلا إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم عندما حبب إليه الاختلاء كان يختلي بغار حراء ليالي ذوات العدد. مين كانت تسانده وتناصره بهاي الليالي ذوات العدد؟ خديجة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة كانت تجهز له الزوادة، وكانت تجهز له المعدات، يعني الأدوات اللي هو بحاجة لها، وكانت تصبر على اختلاء محمد عليه الصلاة والسلام الشهر والشهرين. ليش؟ لأنه كان عندها إيمان قوي جدا. يعني العنف ضد المرأة مو بس من الزوج، من عدة جهات. ممكن يكون من الشارع، ممكن يكون الجار، ممكن يكون الأخ يعنف أخته، ممكن يكون الأب يعنف بنته. في تعنيف عدة أشكال، يعني بسبب العادات والتقاليد. المرأة تكون متراجعة، ضعيفة، فلا تستطيع أن تعبر بداخلها بشكوى عيب ما يصير. تستهدف المرأة سواء إذا كانت مناضلة، امرأة موجودة في المجتمع، يتم التشهير بنساء ضمن حركتنا، ضمن هاي الصفحات. هذا العنف اللي عم نتعرض له كحركة نسوية الآن، نحن بحاجة لإيجاد حل متعلق بهذا الجانب. الحل هو إيجاد جيوش إلكترونية أو غرفة إلكترونية تستهدف هاي الصفحات، تعمل على إيقاف هذا الخطاب الذي ينال من نضال المرأة في شمال وشرق سوريا، سواء إذا كان نضالا عسكريا أو نضالا مدنيا أو دون. أولاً استهداف النساء ضمن الأرياف من خلال إعطاء محاضرات وتوعيتهن. ثانياً محاربة جميع أشكال الحرب الخاصة كالابتزاز الإلكتروني. ثالثاً بناء العائلة الديمقراطية للوصول إلى مجتمع ديمقراطي وكومينال. رابعاً فتح مراكز إيواء لاستغلالهن. خامساً تطوير برامج تمكين المرأة اقتصادياً تساعدهن على استقلالهن. سادساً نشر الوعي من خلال برامج تلفزيونية والمدارس، وحتى في برامج الأطفال التي يبدأ منذ الصغر لتبني طفولة سليمة. سابعاً حماية مبادئ
حماية مبادئ المرأة وتطبيق قانون الأسرة في المحاكم والمؤسسات. ثامنا تطبيق الدين الإسلامي الديمقراطي العادل بشكل صحيح. تاسعا حق المرأة في الميراث من أحد الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة. عاشرا تشريعات رادعة من أجل استقلالهن الجنسي وتطبيق قوانين صارمة وعادلة.